كوينز، اطلب جمع اكسب. لو مهتم بجديد ومفيد في عالم التطبيقات اشترك في قناتي وانا هقولك وظيفة كل تطبيق، مزايا وعيوب. كوينز تطبيق للأكل، تقدر عن طريقه تدور في المكان وفي المنطقة اللي انت فيها عن أقرب مطعم ليك وتلاقي فيه خصومات 50%، 20%، 30%، انت ونصيبك في المنطقة اللي انت ساكن فيها. عيب كوينز ان هو ما بيظهرلكش ان مثلا 50% خصم بحد أقصى مثلا 200 جنيه، بحد أقصى 100 جنيه، اللي هو الخصم يعني، عشان بيكتبوا خصومات يعني عالية جدا بس بحد أقصى. فطبعا أنت بتطمع إن هو 50%، يعني الحاجة أم 200 أخدها ب100، الحاجة أم 400 أخدها ب200، لكن هو بيبقى عامل لك حد أقصى للخصم. تاني حاجة كوينز بعد ما بيديك نقاط على كل حاجة بتشتريها من مشترياتك اللي بتشتريها في المطاعم وكده، سواء ديليفري حاجات جاتلك أو أنت روحت بنفسك عن طريق كوينز، فالنقاط اللي بتاعتك اللي بيديها لك في الأول بيديها لك موجودة معاك مدة شوية، بعد كده أسبوع 2 وتلاقي الكوينز بيقولك النقط اللي عندك هتخلص في خلال 3 أيام، فيعني لازم تشتري بيها حاجة. طبعا أنا مش عايز أشتري بيها حاجة، راحت عليك. لكن غير كده كوينز تطبيق متاح في السعودية ومتاح في مصر، تقدر تحمله وتشوف عليه المطاعم القريبة ليك والخصومات القريبة منك والكويسة ليك وأكواد لخصومات كتير. لو ما كنتش تعرف التطبيق قبل كده وأول مرة تعرفه من خلال قناتي، شير ولايك وسبسكرايب للقناة واستناني في تاني تطبيق جديد.